باش تنجم نتعول على نفس الاسماء 3 مقابلات في الاسبوع، يعني تلعب نهار الاحد ونهار الخميس ونهار الاحد، صعيب ياسر باش نتعامل على نفس الافكتيف. بقيه اللاعبين ادريس الحبوبي، بهاء الدين الشيرني وخالد بن واده، والمدرب هو جمال بن سالم. النادي الرياضي الصفاقسي يمثلوا اليوم كل من ايمن دحمان، وهذه انطلاقه المباراه مشاهدينا الكرام، انطلاق اللقاء بعد فوز النادي الصفاقسي في لقاء القمه الاحد الماضي امام الملعب التونسي بهدف مقابل 0. فريق عاصمه الجنوب، هذه كرة ساعة ممتازة، علي معلول داخل مناطق الجزاء، الفرصة الهدف والهدف بالفعل، الهدف الأول لصالح النادي الصفاقسي، افتتاح النتيجة لصالح النادي الصفاقسي. التوقيت 31 دقيقة لعب، تتغير النتيجة لصالح النادي الصفاقسي. هدف أول بعد هجوم وكرة من علي معلول عن طريق عمر بن علي أو حمزة المثلوثي. إذن الهدف الأول لصالح النادي الصفاقسي، علي معلول أمامكم على الصورة، تمريرة كانت ممتازة، والاسيست رقم 10 لعلي معلول، وفرحة الجماهير هنا النادي الصفاقسي بهذا. نشوفوا الإعادة، الكرة كانت من الجهة اليسرى، هذا عمر بن علي أخذ الكرة في يعني تقريبا في عمق الدفاع، يلعب كرة ممتازة لعلي معلول، يعمل المراوغة بالمدافع ممتاز، يخرج كرة، والتسديدة كانت من اللاعب حمزة المثلوثي، هو صاحب الهدف. الهدف الثاني لحمزة المثلوثي المدافع الأيمن اليوم للنادي الصفاقسي. هذه إعادة مرة أخرى، والأسيست كانت من علي معلول، الأسيست رقم 10 بالنسبة لعلي معلول قائد النادي الصفاقسي، والهدف كما قلت هو الثاني لحمزة المثلوثي. ممتازة التمريرة، المراوغة، وحمزة المثلوثي رغم محاولة الدفاع لكن الكرة يسكنها في الشباك مع الأهلي المصري. يعود قلت من الباب الكبير بنفس الروح وبنفس العزيمة، وهذه كرة للنادي الصفاقسي خطيرة، والتسديدة قوية الكرة، والتصدي كذلك ممتاز. الهجوم انطلق من عمر بن علي، يعطي كرة لإيمانويل كبولي، يسدد كرة قوية جدا. شوفوا الإعادة، عمر بن علي كرة بالقدم لإيمانويل كبولي، يسدد، والتصدي ممتاز للحارس أشرف كرير، خبرة كبيرة لحارس الأولمبي البيجي. التصدي، الكرة عند إيمانويل كبولي، يرجع لجمال موتيابا، يمشي للوسط كيفن مونديكو، الكرة عند النادي الرياضي الصفاقسي، علي معلول يلعب الكرة ممتازة، يعني التمريرات. هذه كرة من هشام بكار، التحضير بالراس، التسديد، والهدف الثاني لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. الهدف الثاني ممتاز جدا، عملية نموذجية هجومية للنادي الرياضي الصفاقسي. الكرة تنطلق يعني بفنيات كبيرة من علي معلول، ثم هشام بكار في التوزيع، التحضير من عمر بن علي، وجمال موتيابا هو صاحب الهدف. دقيقة 36 يعني بعد 5 دقائق الهدف الثاني يأتي للنادي الرياضي الصفاقسي، ولكن كما قلت بعملية نموذجية. شوفوا بذكاء كبير وبفنيات عالية، علي معلول، هشام بكار يوزع، عمر بن علي في التحضير بالراس، وجمال موتيابا ما يخلي حتى فرصة للحارس أشرف كرير. والهدف الثاني لصالح النادي الرياضي الصفاقسي كما تشاهدوا على الصورة، عملية ممتازة جدا هجومية تقود النادي الصفاقسي إلى تضعيف النتيجة في هذه المباراة. الهدف الثاني التوزيع كان من هشام بكار، وهداف النادي الرياضي الصفاقسي هذه المرة هو صاحب الاسيست، يحضر، وجمال موتيابا يسجل الهدف الثاني ليه هذا الموسم. وفي هذه الآونة بالضبط مشاهدينا الكرام على القناة الوطنية الثانية، عملية فنية من جمال موتيابا، لكن تقطع الكرة في وسط الميدان، ترجع من الياس الضاوي، ومحمد علي العمري يخرج الكرة مع الأسبقية ومع التغييرات اللي قام بها الإطار الفني.
بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي مرة أخرى. محمد علي العمري يلعب الكرة مع هذا اللاعب الجزائري قوي، وتسديدة وتصدي من أيمن دحمان. أيمن دحمان يتصدى، كذلك دخول فراس فضلي واحد من الملاعبية. يعني أربع تغييرات بالنسبة لتشكيلة الأولمبي البيجي. هذه العملية الأخيرة الحسين القفص الجزائري عمل المراوغة، تعديت الكرة، نامان كيتا وجه لوجه. عدم الاستقرار على المستوى الفني، وطبعا كثرة المدربين اللي مروا على الفريق هذا الموسم. كرة ثابتة للأولمبي البيجي، ننتظر تنفيذ قوية والكرة تتعدى جانبية. ترجع الكرة مرة أخرى من كيفن مونديكو، محاولة افتكاك الكرة يعاود ياخذها نيدي صفاقسي لا ما فماش مخالفة. الكرة عند علي معلول، يلعب بذكاء مونديكو في الرواق. علي معلول يخرج كرة لبن علي وإمكانية التهديف والتسديدة، والكرة جانبية. التسديدة كانت من هشام بكار، لعلي معلول. هاي الإعادة، يلعب الكرة مع علي عمر بن علي، يعطي الباس لهشام بكار، والأخير يسدد. كما تشاهدوا تضرب على تعود الكرة عند كيف مونديكو، طويلة الكرة والمحاولة خطيرة وإمكانية التهديف، والهدف الثالث لصالح النادي الصفاقسي. الهدف الثالث عن طريق مانويل كبولي. قلت هذا اللاعب يعني فتحت له شهية التهديف في نهاية الموسم، وبالفعل تمكن من تثليث النتيجة لصالح النادي الصفاقسي في توقيت 16 دقيقة، يعني الدقيقة 61. الهدف الثالث يدخل لوجه مع الحارس أشرف كرير، ويتمكن من مغالطة الحارس. وطبعا الهدف الثالث في انتظار التأكيد طبعا من غرفة الفار. هذه الإعادة وخروج مانويل كبولي، يمشي يتوجه بالكرة إلى أمام يعني باتجاه الحارس، ثم يسدد في الزاوية السفلى اليسرى للحارس أشرف كرير، ويتمكن من تثليث النتيجة. ولكن كما قلت في انتظار التأكيد التواصل مع غرفة الفار، الحكم مجدي بلاغة ومساعده زياد الذويوي وحكم المباراة، يعني كما قلت في حوار وتواصل مع حكم الفار. ننتظر طبعا هل يؤشر على هذا الهدف أم هناك تسلل هدد مرمى الحارس أيمن دحمان، ولكن نادي صفاقسي لا. الكرة ترجع بالتسلل. فراس فضلي موجود على بنك الاحتياط، ولا التغييرات كانوا 3 فقط. على كل ربما كان هناك خطأ على مستوى الأرقام. محرز بن راجح، هيثم بن مبارك، وحسين القفصي. هذو هما الثلاثة ملاعبية اللي أقحمهم المدرب في الشوط الثاني. يعني فراس فضلي 13 أو 14 ماي يلعب هوني في طيب المهيري لقاء الجولة الأخيرة للبطولة أمام النجم الرياضي الساحلي، ويوم 20 ماي كذلك هنا في ملعب طيب المهيري الدور الرباعي لكاس تونس أمام الملعب الجيبسي. قلت مبدئيا يعني إذا يترشح النادي الصفاقسي باش يكون عنده لقاء خامس في شهر ماي كذلك في كاس تونس بعد الدور الربع نهائي. على كل حتى الآن مبدئيا 4 لقاءات في شهر ماي بالنسبة للنادي الصفاقسي، 3 بطولة وواحد لقاء كاس الدور الربع نهائي. الكرة تعود للأولمبي البيجي عن طريق محرز بن راجح، يلعب الكرة نامان كيتا يحاول التوسيع، تتعدى الكرة، محاولة التسديد والتصدي مرة أخرى أيمن دحمان، يتصدى